بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. ايوه ايوه يا شيخ عوضين يا مولعها انت يا شيخ عوضين يا مولعها. لا حول ولا قوة إلا بالله، صدق الله العظيم. إيه يالا الدخلة دي يالا؟ في إيه؟ أنت داخل تضحك كده وتتمسخر على إيه؟ ايوه بالنهار شيخ، ايوه واخد بالك انت، وبالليل اديله ودي اديله ودي. بالنهار شيخ وبالليل إيه؟ بالليل بشتغل رقاصة؟ بشتغل رقاصة بالليل؟ ما تحسن كلامك يا بهيم أنت. أنت يا جحش أنت ما تحسن كلامك. في إيه؟ ايوه انت بتروح فين كل ليله يا شيخ عوضين؟ ايوه أنا بروح فين كل ليلة؟ بروح فين؟ بطلع من صلاة العشاء باجي على بيتي. هو في ايه؟ ما توضح لي كده، قول لي كده فيها ايه، ما تقعدش تتملعن عليا. ومشيت وراك يا اخويا وعرفت الست اللي بتخش عندي. ايوه يا لبريس انت، الست اللي بتخش عندي اللي على حرف كتير. بيت ايه وست ايه يا ولد؟ بيت ايه وست ايه؟ انت تعرف عن اخوك الكلام ده؟ ازاي يعني؟ انت تعرف عن اخوك ان انا بتاع الكلام ده؟ بيت ايه وست ايه؟ امال ايه وانت مفكرني نايم على وداني؟ اطلع من دول يا شيخ عوضين، اطلع من دول وما تعملهمش عليا. ما كل حاجه اتكشفت يا اخويا. ايوه وكل ليله بالليل كده تستحلم كده وتاخد الكيس في ايدك، واخد بالك انت، وتنك رايح للحته. ايوه العب يا شيخ عوضين. بص يا بهيم، بص بما انك انت بهيم وما انتش فاهم حاجه وعايش في الدنيا دي بني ادم براس خروف. ايوه ما هو انتوا قاعدين على القهوه انت وشويه المقاطيع ده، واخد بالك انت، عمال ما فيش في لسانتكم غير دي حلوت ودي تخنت ودي رفعت ودي اتطلقت، واخد بالك انت، طول النهار على كده وطول الليل على كده. ربنا يجعلنا من بركاتك ويكفينا شر حركاتك. والله العظيم انت معلم. ما هو انا عايز افهمك وانت بايه. طب خدني معاك، طب جربني. ده انا اخوك يعني، ده انا اخوك، ده انا خلي بالك، ده انا فيتك يعني. ايوه يا اخدك معايا فين يا ولد؟ ما تحترم نفسك يا ولد، اخدك معايا فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بص يا سيدي أنا أحكي لك، مع إني والله ما كنت عايز أجيب سيرة لحد، دي حاجة بيني وبين ربنا. بص يا سيدي، البيت ده اللي أنت شفتني دخله ده اللي هو على حرف الترعة ده، واخد بالك أنت، البيت القديم ده اللي على قد حاله ده، إيه البيت ده يا سيدي؟ فيه واحدة ست ضريرة، واحدة ست ضريرة ما بتشوفش، إن شاء الله عقبالك كده. إيه واخد بالك أنت، والست دي ما عندهاش مصدر رزق وما عندهاش عيال، الست دي ما خلفتش، جوزها مات ومن ساعتها، واخد بالك انت، اللي بيقدر على حاجه بيعملها. اني واعوذ بالله من كلمه اني، يعني تكفلت انني اودي لها لقمتها. ايوه يا سيدي، فالشنطه اللي انت شفتني شايلها دي، واخد بالك انت، دي مش شنطه العده ولا طبله رايح اطبل ورا الرقاصه. ايوه ما انا مش مطلوب مني اطلع اقول امسك ميكروفون واقول للبلد يا اخوانا انا رايح اكبر بخاطر فلانه. لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ظلمنا الراجل. واخد بالك أنت، أنا كل يوم باخد الأكل وأروح أوديه له. فهمت يا بيه؟ جبر الخواطر دي نعمة من نعم ربنا، والله العظيم ده من أعظم النعم، جبر الخواطر دي من عاش جبار للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر. أنت تعرف اللي بيجبر بخاطر بني آدم ده ربنا بيحوش عنك بلاوي كتير، بيسترها معاك ومع عيالك ومع كل حاجة في حياتك، واخد بالك أنت، دي حاجه نعمه عظيمه ان انت تقدر تسعد بني ادم، تقدر تسعد بني ادم وتقدم له خدمه وتراضيه لو حتى بكلمه وتتاخر. ربنا خلقنا لبعض مش على بعض. ايوه ربنا خلق الناس دي كده، خلقنا لبعض نخدمه في بعض، واخد بالك انت، نجبره بخاطر بعض، نساعده بعض، نراضوا بعض، واخد بالك انت. ايوه ايوه ربنا خلقنا في الدنيا دي الهدف، احنا بقى سيبنا الهدف وسيبنا الحاجه اللي ربنا خلقنا عشانها وعمالين ناكله في بعضنا ونعضه في بعضنا وننهبه في بعضنا، واخد بالك انت. ايوه
ونتكلموا على بعض ونجيبوا في سيره بعض. ايوه احنا اللي عايشينه كده. ما عنديش كلام تاني اقوله. ربنا يهديك يا صميده، ربنا يهديك يا رب يا صميده، ويا رب يهديك ياخدك عشان ارتاح من خلقتك العكره.